إيه هو الtime management وإزاي نقدر ننظم وقتنا لكل حاجة في حياتنا؟ إزاي أنا قدرت أسافر 18 دولة وأنا لسه في الجامعة، وإزاي أنت وأنتِ كمان تقدروا تعملوا ده؟ إزيكم؟ لأول مرة تشوفوني أنا اسمي عالية وسافرت أكتر من 18 دولة وخدت أكتر من 40 منحة، وأنا هنا باقدم على القناة محتوى تعليمي ومحتوى عن السفر، فيلا نبدأ الفيديو. متنسوش تعملوا subscribe لو عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر، وده هيفرق معايا جدًا إن أنتم تدعموني. موضوع الفيديو النهارده هتكون عن حاجة اتطلبت مني كتير أوي في أي فيديو باتكلم فيه عن السفر، أي فيديو باتكلم فيه عن المنح هنا على اليوتيوب أو على الإنستجرام أو أي مكان أنا باتكلم فيه، فأنا قُلت لازم أعمله لكم، يعني أنا صحيت الصبح كده قُلت هاعمل لكم الفيديو لإن أنا كنت مسافرة ولسه جاية، وقُلت خلاص بقى أنا هارجع تاني أستمر وأعمل لكم فيديو كل أسبوع على الحاجات اللي أنتم بتطلبوها مني. فالنهارده أنا هاكلمكم عن الtime management إزاي نقدر ننظم وقتنا. الموضوع ده مهم جدًا وحرفيًا ممكن يغيّر حياتك ويغيّر حياتِك، هو حرفيًا غيّر حياتي لمّا أنا بدأت أفهمه وبدأت إزاي أعمله. أول شيء أنا مش عايزاكم تبقوا صعبين على نفسكم، يعني اللي هو هنعمل كل حاجة مرّة واحدة، مش ده أصلًا الصح. أنا جايبة حاجة هنا معايا اللي ساعدتني بجد وهي الnotebook. أنا بجد من ساعة ما بدأت أكتب في أول اليوم أو وأول الشهر إيه اللي أنا عايزة أعمله، إيه اللي أنا عايزة أحققه كعالية في شهر نوفمبر. أنا مثلًا كنت عايزة أحقق إن أنا بعد ما أخلّص الproject بتاعي في فنلندا إن أنا أقدر أسافر دول تانية، فعلًا عملت ده، وبعد ما خلّصت سافرت 4 دول بعدها، حرفيًا رُحت السويد، رُحت إستونيا، رُحت اليونان، وعايزة أورّيكم أنا عملت إيه، هاعمل لكم vlogs يعني هانزّلها لكم على اليوتيوب برضه وعلى السوشيال ميديا بتاعتي، أفرّجكم أنا عملت إيه وإزاي أصلًا بانظّم رحلاتي. فدي حاجة مثلًا أنا كنت عايزة أعملها في شهر نوفمبر. فأنا في أول حاجة أنا بس عايزة أعرّفكم إيه الtime management. time management اللي هو إحنا إزاي بنعرف ننظّم وقتنا عشان نعمل كل حاجة إحنا عاوزينها والحاجات اللي مفيدة فعلًا لينا واللي هتنجّحنا في حياتنا. تمام. أول حاجة عشان نعرف الtime management إن أنتم تكونوا عارفين الgoals بتاعتكم، إيه أهدافكم، إيه اللي أنتم عايزين تعملوه، يعني أنتم عايزين time management ليه مثلًا؟ هل أنتم مثلًا مش بتناموا كويس فأنتم محتاجين إن أنتم تنظّموا يومكم عشان تعرفوا تناموا مثلًا 7، 8 ساعات في اليوم، فأنتم الشغل كلّه واخد وقتكم أو الدراسة أو whatever؟ تمام. طب إيه الحاجة التانية، هل أنتم مثلًا عايزين تاخدوا كورس؟ أنا فعلًا كان في كورس وحرفيًا ما كنتش لاقية له وقت في يومي، فلأ حطيت له وقت حتى لو ضغطت نفسي شوية، بس أنا عارفة إن الكورس ده مهم وهيبقى مهم أوي للcareer بتاعي، فأنا حطيت للكورس ده حاجة في يومي. هل الرياضة، هل فن، هل أي حاجة، فأنتم لازم أول شيء تجيبوا النوت بوك بتاعتكم الحلوة أهي تكتب، وأنا حرفيًا كنت لسه باكتب أهو، باكتب عن حاجة المفروض أعملها حرفيًا جات في دماغي وأنا باعمل الفيديو اللي هو لليوتيوب مثلًا. أنا قُلت مثلًا إن أنا أول شيء هاعمله أول ما أصحى أنا كاتبة أهو، إن أنا هاصور لكم الفيديو، ده حرفيًا أنا عملت كده، أنا صحيت غسلت أسناني، غسلت وشي، وقُلت خلاص وجهزت كل حاجة، وقُلت إن أنا هاصور الفيديو ده. فدي حاجة أنا فعلًا عملتها، ده أنتم لازم تكتبوها ولازم فعلًا تعملوا الحاجة دي. بعد كده هاقعد أقرأ شوية، هاقعد أقرأ كتاب لحد ما بابا وماما يصحوا مثلًا ونفطر مع بعض، بس وبعد كده هانزّل لكم الفيديو وهاعمل editing وأنزّل الفيديو. بعد كده عندي شوية إيميلات المفروض أبعتها، النهارده الجمعة أنا هانزّل لكم الفيديو يوم الجمعة والنهارده الجمعة عادي جدًا. بس، فأنا فعلًا النهارده أنا مقررة إن أنا هاعمل ده، بس هل ده النظام اللي أنا بامشي عليه عشان حد عايز يعمل time management؟ لأ، ده مش اليوم بيومه بيبقى لذيذ لو أنتم already عندكم روتين. يعني أنا already كان قبل ما أسافر كان بجد عندي روتين وكان عندي روتين حلو أوي، إن أنا باصحى مثلًا ممكن أقعد أقرأ شوية، ممكن أعمل بس اللي هو إيه أفوق، أعمل أي حاجة، أعمل حاجة للediting أو حاجة، وبعد كده بانزل الgym على طول، وبعد كده بافطر مع أهلي، وبعد كده بابدأ شغل وهكذا. لكن لو أنتم ما عندكوش روتين، أنا شايفة إن أنتم تبدأوا الحاجة تعملوها شهريًا. يعني أنا الgoal بتاعي أهو مثلًا في شهر ديسمبر هافتح ورقة جديدة خالص، أنا عايزة أعمل إيه في شهر ديسمبر. let's say مثلًا في course في الdigital marketing أنا عايزة آخده، طيب أنا هاحط للcourse ده وقت، وحطّوا له بجد يا جماعة وقت، خلّوا أهدافكم تبقى specific. يعني أنتم عارفين أنتم عايزين تعملوا إيه، ما تحطّوش بس goal أصل أنا عايزة ألعب رياضة، عايزين تلعبوا رياضة إيه، عايزين تروحوا الgym، عايزين تلعبوا تنس، عايزين تروحوا سباحة. فلازم تحطّوها كده، فأنا أهو مثلًا هاكتب شهر ديسمبر، كتبت شهر ديسمبر، عايزين نعمل إيه في أول شهر ديسمبر، وعايزين نحط حاجات حتى بسيطة. يعني أنا كنت لسه باتعوّد إن أنا أعمل flossing اللي هو قبل ما أنام إن أنا على طول إن أنا أنضّف سناني قبل ما أغسل سناني كمان إن أنا أنضّفها بالflossing، وبجد الموضوع ده غيّر بجد سناني بجد بقت خلاص. أنا على طول كنت من الناس اللي هي على طول سناني بتصفر بسرعة جدًا، حتى أنا باغسلها طول حياتي بس كانت بتصفر بسرعة وكنت باروح للدكتورة. من ساعة ما بدأت أعمل flossing بجد الموضوع اتغيّر، وفعلًا دي عادة صحية، فأنا بدأت أتعوّد فعلًا وكنت باكتب، حرفيًا لسه باكتب عادي عشان أنا لسه عادة متعوّدة عليها بقى لي شهور، فدي حاجة مهمة. فاكتب مثلًا إن أنا قبل ما أنام أعمل flossing،
مثلًا حاجة زي كده، وبس. وبعد كده حاجة تانية مثلًا إن أنا هاخد course digital marketing، أنا عاوز آخد course الdigital marketing مثلًا، تمام. لو أنتم بتشتغلوا مثلًا أو أنتم عندكم دراسة، أنا شايفة إن أحسن وقت إن أنتم الوقت فعلًا اللي أنتم تقدروا تذاكروا فيه. في ناس بتعرف تذاكر الصبح قبل ما تصحى مثلًا، دي أنا من الناس دي بجد، اللي هو أول ما أصحى اللي هو أذاكر على طول، ده بالنسبة لي أفضل من قبل ما أنام. ففي ناس تانية لأ، فأنتم شوفوا فعلًا بجد أنتم تركّزوا إمتى وحطّوا مثلًا من ساعة ل2 على حسب الcourse إن أنتم تعملوه يوميًا، دي حاجة بجد اللي هو أنا أول ما أصحى هاخلّص الcourse ده، عشان دي عادة جديدة عليكم، أنتم محتاجين تتعودوا عليها، غير مثلًا الشغل اللي أنتم هتروحوه كل يوم عادي، أو المدرسة أو الكلية اللي أنتم هتروحوها برضه كل يوم عادي جدًا. فبس ساعتين قبل أول ما تصحوا، ساعتين قبل ما تناموا. طيب ده كده الcourse، يعني إحنا كده قُلنا حاجة hygienic، قُلنا حاجة للصحة عامةً اللي هي الflossing اللي هو تنضيف الأسنان بالخيط، وقُلنا حاجة تانية اللي هي الcourse. مثلًا عايزين نروح نلعب رياضة، في كتاب Atomic Habits كان في حاجة مهمة جدًا، حاجة كويسة أوي كنت قرأتها، إن هو لمّا تكون لسه بتعمل عادات جديدة إن أنت تربطهم ببعض. طب يعني إيه؟ أنا كنت باتدرب سباحة، ضربت سباحة، فالمهم الطريق كان طويل، الطريق حرفيًا كان ساعة، فأنا اضطريت ساعتها إن أنا أروح الصبح عشان متأخر، كنت هاروّح متأخر عن البيت، فقُلت لأ أنا هاروح الصبح عشان أبدأ يومي. فالمهم الطريق كان ساعة وعلى طول كنت باسمع أغاني، وكنت باروح كده وأنا متضايقة. فلأ، حرفيًا أنا عملت إيه بقى في الساعة دي، كنت باقرأ كتاب من الموبايل. بجد يا جماعة أنا مش متخيلة إن أنا ممكن أقدر أعيش أصلًا في المواصلات وأنا ما باسمعش أغاني، اللي هو يعني أصوات الناس كانت بتزعجني بجد، بس لأ عادي أنا عِشت، ما كانش فارق معايا وكنت عارفة أقرأ فعلًا الكتاب. فابدأوا واصلوا الحاجة اللي أنتم عايزينها بحاجة تانية. مثلًا لو أنتم طريق شغلكم مثلًا بتقضّوا فيه ساعة، ساعة ونُص، ده وقت طويل جدًا، أو طريق المدرسة أو طريق الكلية، حطّوا فيها حاجة تانية، حطّوا فيها حاجة تانية، اقرأوا كتاب، اسمعوا بودكاست، حتى مش مشكلة ممكن تسمعوا أغاني، اسمعوا اللي أنتم عايزينه عادي، بس اربطوا بيها هدف تاني، لإن أنتم كده هتعملوا الحاجة دي، أنتم كده مجبورين إن أنتم هتروحوا الشغل في ساعة، ساعة ونُص مواصلات أو بالعربية أو whatever. لو أنتم مثلًا أنتم اللي سايقين، خلاص طَب اسمعوا بودكاست، حتى لو أنتم شايفين إن أنتم مش مركّزين، لأ أنتم على الأقل في حاجة هتخش مخكم. ده بجد حاجة أصلًا في تعلُّم اللغات، إن إحنا بنتعلّم اللغات كده، يعني حتى وإحنا صغيرين وإحنا بنتعلّم عربي، إحنا كُنّا سمعنا أهالينا بيتكلّموا عربي، فعشان كده إحنا كمان طلعنا بنتكلّم عربي. حاجة مهمة أوي في الtime management إن أنتم ما تحطّوش مليون حاجة، يعني ما تقعدوش تقولوا أصل أنا عايزة أسافر، طَب أنا عايزة آخُد المنحة دي، طَب أنا عايزة أشتغل، طَب أنا عايزة أدرس ده، طَب أنا عايزة يبقى عندي صحاب دول، طَب أنا عايزة أروح ألعب الرياضة دي، مليون حاجة، عقلكم مش قادر، بجد يا جماعة عقلنا أصلًا مش مُصمم لده، بجد. وأنا جرّبت الموضوع ده وكانت بجد أسوأ أيامي. لأ، لمّا بجد قعدت مع نفسي وفكّرت كده بالعقل وقُلت أنا عايزة أعمل 1، 2، 3. عشان كده باقول بجد هي الnotebook بالنسبة لي، أو حتى اكتبوا على اللاب، أنا برضه باكتب على اللاب عادي جدًا. اكتبوا بس أنتم عايزين إيه، إيه أهم حاجة دلوقتي. يعني مثلًا أنا كنت بافكّر هل أدرس ماستر دلوقتي والّا آخُد خبرة عملية الأول؟ ده بيفرق للشخص نفسه. أنتم شوفوا هل أنتم فعلًا الماستر ده أنتم أصلًا، أنا باشوف في مصر بجد إن إحنا على طول بنخرج من ثانوي، نخش الجامعة، بنخش الماستر، لأ، لأ الحياة مش كده. أنا باقول نهدى كده، ناخد نَفَس وبجد نهدى، يعني ده برضه اللي أنا عايزة أعمله، أنا بجد عايزة أهدى من الدراسة اللي هو إيه، فأنا قُلت لأ، أنا مش هابدأ ماستر دلوقتي، أنا عايزة أشتغل دلوقتي. فبس بدل ما أنا كنت حاطة الloop، حاطة ضغط على عقلي بجد، أنا بجد كنت حاطة ضغط على عقلي اللي هو علي لازم نقدّم على الmasters دول، لازم وحاطة لنفسي مليون منحة ماستر، مليون ماستر عايزة أقدّم عليه، مليون حاجة عايزة أقدّم عليها، وحاطة الشغل. ما فيش مشكلة على فكرة إن أنتم تعملوا الاتنين، بس مش بالطريقة دي، مش بالطريقة دي اللي هو واو! أنا عايزة أخرج هنا وعايزة أعمل ده وعايزة أعمل ده، لأ. فأنتم لو عايزين تنظّموا وقتكم فعلًا وتحسّنوا حياتكم، لازم تشوفوا إيه الحاجة اللي أنتم بتحبوها فعلًا واللي أنتم عايزين تعملوها الأول. يعني إيه الحاجة مثلًا بالنسبة لكم، إيه أهم حاجة بالنسبة لكم دلوقتي؟ هل إن أنتم تقضّوا مثلًا وقت مع أسرتكم، وقت مع أصدقائكم، ده أحسن حاجة بالنسبة لكم دلوقتي وأعلى حاجة بالنسبة لكم، والّا إن أنتم تشتغلوا فعلًا وتحسّنوا من نَفْسكم، والّا إن أنتم تسافروا، والّا إيه؟ يعني بالضبط إيه الحاجة اللي أنتم عايزينها في الأول؟ فهنكتب كده، هنكتب الpriorities اللي إحنا عايزينها الأول. مثلًا إن أنا عايزة أقضّي وقت مع أصحابي أو عايزة أتعرّف على ناس جديدة حتى، خلاص يبقى إحنا هننزل events، يبقى إحنا هننزل نشوف ناس، هنتكلّم أكتر مع ناس، هنقول جملة زيادة، هنعمل conversation أكتر، محادثات أكتر مع الناس، ونقضّي وقت مع أهلنا، ده كده لازم نقضّي وقت مع أهلنا ومع أصحابنا. بس أنا باقول إن أنتم تحطّوها في ترتيبات معيّنة مثلًا. طيب أنا دلوقتي في course مهم جدًا لشغلي وبجد ده فعلًا هيعلّيني في شغلي، يبقى ده أهم حاجة دلوقتي أنت محتاج وأنتِ محتاجة تعمليها مثلًا، فدي بنحطّها وبنحط لها وقت. لو دي الحاجة فعلًا اللي أنتم قضيتوا فيها وقت زيادة، عادي بالنسبة لكم، أنتم مش زعلانين، لإن هي حاجة فعلًا مهمة للcareer بتاعكم، وهكذا. الرياضة بالنسبة لي بجد، يعني أنا باتكلّم كعالية يعني أنا I think إن الرياضة بالنسبة لكل الناس دي حاجة مهمة، بس أنا فعلًا لمّا بابطّل رياضة باشوف ده تأثيرها عليَّ نفسي وجسدي، بجد والله باشوف تأثير إن أنا عدم إن أنا مش بامارس أي رياضة،
تأثيرها عليَّ نفسي كمان بجد. فأنا بالنسبة لي الرياضة ده جزء مهم من يومي، ومش بس بجد الgym أنا كمان كنت لسه باروح على طول، كنت باحب أروح كل أسبوع أركب العجلة وألِف في القاهرة، أو إن أنا مثلًا أروح سباحة، ورُحت سباحة حرفيًا شهرين 3 بجد هي بس بعيدة عني، بس أنا كنت باحاول إن أنا أشجّع نفسي بإن أنا بقى باقرأ كتاب أو أسمع podcast. فأنا بالنسبة لي الرياضة حاجة مهمة جدًا، فأنا ما ازعلش أبدًا إن أنا أبقى أضيّع عليها ساعتين 3 والله حتى 4 من يومي، ما ازعلش خالص، لإن أنا باشوف فعلًا تأثيرها عليَّ. وده كمان أنا بابني للبعيد، يعني أنا بابني للlong term لمّا أكبر عايزة صحتي تبقى كويسة، دي حاجة بالنسبة لي بجد priority إن أنا عايزة صحتي تبقى كويسة، إذا كان بقى في رياضة، في أكل صحّي، فأنا باحاول حتى يعني الحاجة الوحيدة اللي بتخلّيني ما أعرفش أنظّم ده مثلًا، هو إن أنا لمّا باكون قاعدة مثلًا مع أصحابي واللي هو قاعدين في كافيه وقاعدين في مطعم، أصل أنا هاطلب إيه، أصل أنا لازم أطلب حاجة فيها سُكّر وهكذا. فأنتم لازم يبقى عندكم الأول أنتم عارفين أنتم عايزين إيه، لإن أنتم لو أنتم مش عارفين أنتم عايزين إيه وبتروحوا مثلًا الgym كده وخلاص وقعدتوا مثلًا مع أصحابكم، طب ما أنتم هتاكلوا أي حاجة، لأ بس أنا عارفة أنا عايزة إيه، فأنا ساعتها هابُص أجرّب مثلًا أجيب سلطة، هاجرّب أجيب مثلًا حاجة مشوية، مش هاعك الدنيا أوي، فاهمين قصدي؟ إحنا بنحط الحاجات اللي إحنا شايفينها priority لينا، فخلاص أنا مثلًا حطيت الرياضة priority ليّا، الشغل مثلًا دلوقتي، السنة الجاية تقديم مثلًا على ماستر، فأنتم كذلك بتحطوا ده. وتكتبوا قدّامكم، اكتبوا قدّامكم، وحددوا لهم وقت معيّن، وجرّبوا كده، جرّبوا اعملوا الوقت اللي أنتم حطيتوه ده، وعلى الأقل، على الأقل اعملوا العادة دي لمدة 3 أسابيع، شهر، عشان تتكوّن عندكم، ما ينفعش تعملوها يوم وخلاص بعدها، ده اللي بجد اللي هيخلّيكم إزاي تعرفوا تنظّموا وقتكم. طَب إحنا ليه أصلًا وقتنا بيضيع؟ يعني إيه السبب في ده إن أنا وقتي بيضيع ووقتك بيضيع ووقتها بيضيع، إيه السبب في ده؟ أول حاجة التشتُّت، وده أهم سبب يا جماعة، في عصر السوشيال ميديا يعني زمان ما كانش عندهم كل الحاجات اللي عندنا دلوقتي دي، ما كانش عندهم موبايل، ما كانش عندهم لاب، ما كانش عندهم أي حاجة، ما كانش عندهم تلفزيون، إحنا مشغّلينهم 24 ساعة، فأكيد عقلنا على طول متشتِّت، أنا أهو قاعدة باذاكر بس الnotification جات، أهو أنا قاعدة باعمل أي حاجة وحتى ممكن تكون حاجة مهمة مش لازم تكون حاجة تافهة عادي يعني، إحنا طبعًا كل يوم بنسكرول يعني أنا باشوف نفسي مثلًا باكون قاعدة أصل أنا مش عارفة أعمل الفيديو ده أو أنا مش عارفة أتفرّج على الكورس ده أو أخلّص الشغل ده، بس حرفيًا عادي أنا قاعدة باتفرّج على فيديوز على التيك توك وعلى الإنستجرام عادي جدًا، بس اللي هو يعني أنتِ مش عارفة تعملي ده بس قادرة تعملي ده عادي جدًا، فلازم نبعد عن المشتتات. في حاجة كنت باعملها بجد وأنا باذاكر ودي حاجة كلنا عارفينها بس مش أغلبنا بنعملها، إن أنا كنت بجد بابعد الموبايل عني خالص، وده بجد إن أنا باخفيه من عينيّا، باخفيه بجد، إن أنا باودّيه مكان تاني، باودّيه مثلًا أوضة بابا وماما مثلًا، اللي هو باودّيه أي مكان مش عايزة أشوفه بجد، كنت باقول لماما مش عايزة أشوفه، وإن كمان عشان أنام كويس ودي نقطة مهمة أوي، أنا ما كنتش باعرف أنام كويس وده كلنا حرفيًا عشان بجد كنت على طول عيني ده طبعًا اتغيّر لمّا بدأت content عشان أنا مضطرة إن أنا أبقى على الموبايل كتير. بس عيني بجد كانت بدأت أتعب أصلًا، أنا كنت بالبس نضارة زمان، كانت عينيّا بدأت تتعب من كتر ما أنا عمّالة أبُص على الموبايل كل شوية، عمّالة أشوف الفيديو ده، طب ده آخر حاجة، باتكلم مع صاحبتي، طب هاعمل ده، أنا حرفيًا كنت باشحن موبايلي بعيد عني، كنت باوديه الصالة، كنت بابعده عني بجد، بس ده اتغيّر طبعًا، يعني أولوياتنا بتتغيّر، يعني دلوقتي باسيب الموبايل عادي عشان الcontent وعلشان برضه عاملة alarm وعاملة منبه والحوارات دي، بس بجد زمان وأنا مثلًا صغيرة في المدرسة، أنا باشوف إن ده حل كويس، أنتم مش محتاجين الموبايل بتاعكم أصلًا. لو بجد عايزين تناموا كويس، ده حل كويس أوي، وكمان والله ده كان بيساعدني إن أنا أصحى بدري لوحدي، إن أنا ما أصحاش مرهقة، تخيلوا أنتم أصلًا أنتم عاملين كده قبل ما تناموا، تخيلوا أنتم هتصحوا عاملين إزاي أصلًا، فده بجد يا جماعة ابعدوا المشتتات عنكم، ابعدوا إن أنتم تكونوا بتخلّصوا task مهم مثلًا للشغل، حتى لو أنتم شغالين على اللاب بتاعكم عادي، اقفلوا مثلًا الtab اقفلوا مثلًا الصفحة بتاعة الواتساب مثلًا، خلّوا بس صفحة الشغل اللي أنتم شغالين عليها هي دي دلوقتي، لو أنتم مثلًا في الشغل وقاعدين قولوا بس لزمايلكم اللي هو مثلًا لو أنتم عارفين إن في حد بيشغلكم قولوا لهم بس ثواني هاخلّص ده واعملوا فعلًا الtask اللي عليكم، دي أول حاجة هو حاجة فعلًا اللي بتخلّينا بنضيّع وقتنا وبتخلّينا مش عارفين ننظّم وقتنا خالص هو التشتت. تاني حاجة بجد ودي اللي كنت لسه باكلمكم عنها، إن أنتم تبدأوا يومكم من غير plan بجد دي حاجة مهمة أوي، أنتم متصورين إن إحنا قبل ما ننام كده بيكون عندنا أحلام وردية، أصل أنا بكرة هاعمل ده، كلنا بنصحى على ده، أنا لسه باصحى عليه عادي جدًا، اللي هو بُكرة بُصّي أنا هاعمل ده، هاعمل الفيديو ده، هاعمل ده، لأ، لأ بجد، فإحنا لازم نعمل plan وكمان باقول لكم مش plan بس يومية، إحنا هنبدأها عادي جدًا إن هي تبقى plan يومية، ابدؤوها كده، بس بعد كده على المدى البعيد بقى تبدؤوا تعملوا plan شهري، تبدؤوا تعملوا quarter مثلًا، زي عندكم في الشغل مثلًا، اللي هو مثلًا بتعملوه كل 3 شهور مثلًا، تعملوه كل سنة، ده كمان لو أنتم طلاب عادي جدًا مثلًا، يعني أنا على طول كنت باعمل plan لنفسي إن أنا عايزة أجيب GPA معين، عايزة أجيب درجات معينة، طب الplan اللي أنا هاعملها دي
هيترتب عليها إن أنا أعملها بقى لو أنا عايزة مثلًا هدفي إن أنا أجيب GPA معين مثلًا في آخر السنة، يبقى أنا يومي لازم أعمل حاجة، أسبوعي عايزة أعمل حاجة، شهري عايزة أعمل حاجة، بس مش عايزاكم تشغلوا نفسكم بالموضوع ده لو أنتم لسه بادئين، ابدأوا بيومي، يعني زي ما قُلت لكم بجد والله، task صغيرة عادي جدًا، إحنا مش Superman وSuperwoman عادي جدًا، يعني أنتم Superman وSuperwoman أنا متأكدة بس عايزين نبدأ على نفسنا بجد واحدة بواحدة، إذا كنتم في المدرسة، إذا كنتم في الكلية، إذا كنتم في الشغل بجد سنكم إيه بجد، الكلام ده هينفع مع أي حد، نبدأ واحدة واحدة، يعني أنا مثلًا عايزة أنظّم إن أنا عايزة أعمل skin care فأنا كتبت إن أنا أول حاجة علي هتعملها مثلًا قبل الgym إن هي هتعمل skin care تغسل سنانها، هتنضف مثلًا الأوضة، ده الروتين بتاعي الصباحي، بعد كده باروح الgym على طول، عادي ممكن تفطروا قبل الgym بس أنا ما باحبش آكل قبل الgym وأروح الgym وبعد كده أنا عندي وقت مهم إن أنا أقضيه مع أهلي مثلًا، عشان كده باحب أفطر معاهم، بس دي حاجة مهمة بالنسبة لي، فشُفتوا أنا عملت إيه؟ أنا بانظّم وقتي على حسب احتياجاتي، أنتم كمان تنظّموا وقتكم على حسب احتياجاتكم، اللي هو مثلًا أنا هاصحى أهو، هاصحى 6:00 هاصحى 7:00 هاروح الشغل، هاروح المدرسة، هاروح الكلية، أنا أهو في المدرسة أنا باتعلّم مثلًا في الكلية وفي الشغل برضه أكيد لازم تكونوا بتتعلّموا، أتمنى يعني ده بيحصل بس أنتم كمان بتقضّوا وقت مثلًا مع أصدقائكم أو زمايلكم، فدي حاجة مهمة إحنا عملناها، دي الplan بعد ما باخلّص مثلًا أنا هاروح الgym بعد ما أخلّص أنا هاروح آكل، هاخرج مع أصحابي، كونوا عاملين plan قبل ما أنام أنا هاخد الكورس ده أو أول ما أصحى وهكذا، وده بقى بيقول لنا للنقطة التالتة وإن أنتم تكونوا عارفين شخصياتكم، أنتم إيه الوقت اللي تبقوا فيه productive أكتر، يعني مثلًا لو أنتم مثلًا productive الصبح والّا productive بالليل، إيه الوقت فعلًا أنتم بتحسوا فيه إن أنتم قادرين تركّزوا وقادرين تذاكروا، يعني مثلًا أنا باعمل لكم الفيديو أهو مثلًا والساعة دلوقتي 8:00 عادي أنا قادرة أتكلم دلوقتي وقادرة أشرح دلوقتي ما فيش أي مشاكل، فبالليل مثلًا ده ممكن أخلّيه مثلًا إن أنا أخرج فيه، إن أنا أقعد مع أهلي مثلًا، إن أنا أتفرّج حتى على مسلسل، دي حاجة مهمة جدًا، أنا ما باقولش إن إحنا يومنا كلنا شغل، 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 لأ، ده لأ، وأنا كنت باعمل ده زمان وأنا باقدّم على المنح وبجد مش ندمانة، بس بجد أنا فعلًا ده أثّر على صحتي النفسية جدًا، فلأ يا جماعة يومنا لازم حتى ممكن وأنتم بتعملوا البلان بتاعتكم حطّوا حاجات fun عادي جدًا، يعني حطّوا بجد إن أنتم تتفرّجوا على مسلسل، يعني أنا دلوقتي باتفرّج على مسلسل جديد، حطّوا حاجة بجد أنتم بتحبوا تعملوها، اعملوا كروشيه، الحاجة اللي أنتم بتحبوا تعملوها عادي جدًا، بس حطّوا لها وقت. فأنا مثلًا لو أنا عارف إن أنا باعرف أذاكر كويس بالليل وأنتم مثلًا في المدرسة في الثانوي، أنتم دلوقتي في الجامعة بتذاكروا الcourse في شغلكم، يبقى خلاص أنا هاذاكر بالليل، هاحط للوقت ده هاحط له ساعة أو ساعتين، مش لازم نعملها كل يوم، ما فيش مشاكل لو مثلًا يوم أنتم خارجين مع أصحابكم، إيه المشكلة يعني عادي جدًا، بس تحطّوا لها وقت تاني أو تحاولوا حتى إن أنتم تحطّوا لها وقت أقل، أو حتى لو اليوم ده ما حصلش مش مشكلة، بس على الأقل أنتم عارفين إن في روتين أنا ما عملتش النهارده، ما تقولش أنا خلاص بوّظت بقى هابدأ من الأسبوع الجاي، لأ ابدأ بكرة عادي جدًا، ما باحبش الكلمة دي اللي هو إيه ده بكرة مش يوم السبت، لأ أنا مش هابدأ بقى أذاكر، هابدأ أذاكر من يوم السبت اللي جاي، طب ما عادي بكرة يعني هو في حد بيجري وراكم يا جماعة ما عادي ذاكروا من بكرة. النقطة التالتة أو الرابعة تقريبًا أو تكون النقطة التالتة هي الoverthinking إن إحنا بنفكّر زيادة عن اللزوم. بجد كلنا عندنا overthinking في ناس عندها overthinking زيادة جدًا عن الناس، إن overthinking إن إحنا بنفكّر تفكير كتير أوي، اللي هو قبل ما نعمل أي حاجة، وحرفيًا اللي بيحصل إن إحنا مش بنعمل الحاجة دي، ده بجد، ودي حاجة شخصية معايا حتى، اللي هو أقدّم على الشغل ده والّا ما أقدّمش، طب افرضي اتقبلت، أنتِ حطيتِ احتماليات أصلًا، أنا حطيت احتماليات أصلًا في المستقبل أنا ما أعرفش هتيجي أصلًا والّا لأ، احتماليات يعني إيه ما حصلتش، أو حتى حرفيًا اللي هو أروح أكلم الشخص دي أو كده ده في المجال بتاعي، افرضي لو قالوا لِك حاجة، حرفيًا لمّا باروح أتكلم معاهم الموضوع بيبقى لذيذ جدًا، حتى لو ما بقاش لذيذ مش بيبقى زي ما عقلي كان مخيّلني، بجد، بجد، مش زي ما أنا متخيلة، فحتى في أصغر الحاجات إحنا بنoverthink إحنا بنoverthink بجد في كل حاجة، الoverthinking ده بيوقّفنا كتير، وبياخد أصلًا مجهود كتير من الوقت والمجهود إن إحنا كل يوم عقلنا خلاص مش قادر، ما إحنا حاطين مليون حاجة عايزين نعملها، أوف! يعني أنا أقدّم على الماجستير ده، طب افرضي قبلوني، طب افرضي ما قبلونيش، على طول في الtask اللي باعمله يوم الخميس ده، أنا خايفة لو اتقبلت في المنحة دي وخايفة من لو ما اتقبلتش، طب إحنا ليه بنفكّر في المستقبل؟ إحنا ليه دلوقتي بنفكّر في المستقبل؟ طب خلّينا دلوقتي في الحاضر، يعني خلّيكم على طول ده اللي كنت باقرأه في كتاب أشيجو إيشاي حرفيًا هو أهو بجد أنا عايزة أبقى أعمل لكم فيديوهات على الكتب اللي أنا قرأتها لإن هي مهمة جدًا، بس هو بيتكلم إن إحنا نlive in the moment إن إحنا نعيش في الوقت ده، نعيش في اللحظة دي، في الدقيقة دي، ما تفكّروش في المستقبل، ما تفكّروش، ما فيش مشاكل إن إحنا نكون بنبني الأهداف بتاعتنا، الأهداف بتاعتنا مش هتتبني إلا بالحاضر، بالحاجة اللي إحنا بنعملها دلوقتي، يعني أنا لو عايزة دلوقتي أكبر على اليوتيوب أو إن أنا أقدّم محتوى فعلًا مفيد للناس، طب ما أنا لازم أنزّل فيديوهات.
لازم أنزّل فيديوهات مثلًا على اليوتيوب، فده اللي أنا باعمله دلوقتي، ده اللي أنا باعمله في الحاضر، مش هاقعد أفكّر أصل طيب الفيديو ده فيه حاجة كده غلط، أصل ممكن ما يعجبهمش، أصل ممكن ننزّل، ممكن نعمل الفيديو، ممكن ننزّله ونشوف ونتعلّم من أخطائنا، ده بقى لكل حاجة في الحياة، يعني إحنا مش بنبدأ في الحاجة وإحنا pro وإحنا مثلًا 100 ما فيش حد بيبدأ، عادي يا جماعة نبدأ من الصفر ما فيش أي مشاكل، كلّنا بدأنا عادي من الصفر عادي جدًا يعني، يعني أنا أول ما بدأت أعمل محتوى ما كانش عندي مايك أصلًا، أنا كنت حرفيًا باعمل بالموبايل، دلوقتي لأ، أنا عندي tripod وماسكة الموبايل وفي مايك، في حاجات أكتر وفي ring light بدأت أحسّن، وفي أكيد تحسين أكتر بكتير عادي، بس أنا ماشية خطوة بخطوة، فالoverthinking بيوقّفني كتير في أي حاجة، ابدأوا الحاجة، والله ابدأوا بجد، وعادي يا جماعة ابدأوا الحاجة في أي وقت مش مشكلة، في أي سِن، على طول اللي هو إيه ده أنا أتعلّم اللغة ده أنا كبرت أوي، لأ، أكيد، أكيد وإحنا صغيرين الحياة بتبقى أسهل، بيبقى عندنا وقت أكتر، حتى عقلنا بيبقى flexible أكتر، بس أنتم عارفين إيه الفرق ما بيننا دلوقتي، ما بين عليا اللي كان عندها 29 سَنة وعليا اللي عندها 13 سَنة في التعلُّم؟ إن أنا وأنا عندي 13 سَنة ما كنتش بoverthink كده، ما كنتش بافكّر كده، ما كانش عندي كل الأفوارة دي بجد، بس أنا دلوقتي يعني أنتم دلوقتي وأنا وكُلّنا عندنا دلوقتي skills وعندنا مهارات بجد تخلّينا في الحاجة اللي إحنا كُنّا عايزينها وإحنا صغيرين، بس مش عندنا الشجاعة دلوقتي إن إحنا نعملها عشان الoverthinking اللي عندنا، فلأ، عايزاكم تاخدوا نَفَس بجد أنا على طول باقول الموضوع ده تحسّوني مُدرّسة يوجا بس ده بجد حقيقي، ونهدى عادي جدًا بجد ونهدى ونبدأ نعمل الحاجة، نبدأها. الhint اللي بعد كده إن إحنا بنحُط مهام كتير مش واقعية. يعني إيه بنحُط مهام كتير مش واقعية؟ مثلًا أنا أهو عايزة أتعلّم مثلًا تنس وعايزة أتعلّم سباحة وعايزة أروح الgym وكمان أنا عايزة أقدّم يا علي على مِنَح وعايزة أشتغل وعايزة أجيب GPA كويس وعايزة أعمل ده وعايزة أعمل ده وعايزة أقرأ الكتاب ده. كل دي مهام، يعني كل دي مهام هنعملها في يومنا؟ دي حاجة مش واقعية. فتعالوا ناخدها كده، تعالوا نقسّمها، تعالوا كده نتعامل كده عادي أكننا مثلًا بنحُط في درج، مش إحنا بنقسّم وإحنا بنحُط في الدرج أو أي حاجة، نعامل عقلنا برضه ونتعامل كده. عشان كده باقول بجد إن الكتابة فعلًا بتساعدني. فإحنا ممكن نبدأ مثلًا let's say الجزء النفسي أو الجزء حتى الرياضي. طيب أنتم حاطين 3 رياضات، لو أنتم أصلًا مش متعودين على الرياضة، الموضوع هيبقى صعب. تعالوا نبدأ برياضة واحدة بس. تعالوا نبدأ برياضة واحدة بس let's say إن إحنا مثلًا طَب يالّا نروح سباحة، ماشي، فيالّا نبدأ سباحة هياخد من وقتنا ساعة أو ساعتين في اليوم، هنبدأ بالسباحة، ممكن بعد كده بعد ما خلاص ما اتعودنا على السباحة والموضوع بقى سهل وعقلي اتعود عليها وبقى فعلًا روتين، ممكن ساعتها أزوّد مثلًا gym عادي، بس في الأول أول ما بابدأ حاجة جديدة خلّيني أبدأ حاجة واحدة بس، خصوصًا إن هُم في نفس الcategory في نفس الحاجة يعني الحاجة الرياضية، بعد كده أنا أهو باتكلم إن أنا عايزة آخد الكورس ده وعايزة أقدّم على المنحة وعايزة أشتغل وعايزة أجيب GPA وعايزة أعمل كل ده. طيب أنتم لازم يا جماعة لازم تحطّوا أولويات، دي برضه النقطة اللي بعد كده، إن أنتم لازم أصلًا تحطّوا أولويات، هل الأولوية بتاعتي إن أنا أسافر؟ هل الأولوية بتاعتي إن أنا أجيب GPA؟ هل أنا ما أقدرش أعمل الاتنين؟ لأ تقدروا تعملوا الاتنين عادي جدًا، بس لازم يكون في أولويات، يعني مثلًا لو أنا عندي امتحان مثلًا كمان يومين، هل أولوياتي دلوقتي إن أنا أقعد أذاكر للامتحان ده والّا إن أنا عادي أقعد أقدّم على المنحة؟ لازم تفهموا ده مع نفسكم وتشوفوا أنتم فعلًا إيه أولوياتكم عادي جدًا، أنتم مثلًا لو أنتم أولوياتكم أو الأولويات بتاعتكم إن أنتم تجيبوا GPA كويس مثلًا في المدرسة أو الكلية أو إن أنتم حتى تترقوا في شغلكم، فده محتاج منكم كورسات معيّنة، فخلاص دي أول حاجة أنا هاعملها، فدي اللي أنا هاحط لها الوقت فعلًا. طيب أنا بعد ما خلّصت إن أنا عملت كل حاجة في دي، وإن أنا مثلًا أقعد مع أهلي لو أنتم مش قاعدين معاهم في نفس البيت، أو أنتم في نفس البيت تقضّوا معاهم وقت، أقعد مع أصحابي لو دي أولوياتكم مثلًا في اليوم. طب أنا خلّصت اليوم وعملت اليوم ده عادي جدًا، شوفوا بعد كده لسه في وقت فاضي، الوقت الفاضي ده إيه الأولوية التانية اللي أنا ممكن أعملها؟ أنا ممكن بقى أحُط هنا بقى إن أنا عايزة أقدّم على المنحة دي، فهل في skills معيّنة أنا محتاجها عشان أقدّم على المنحة دي، زي التطوع، زي الكورسات؟ طيب خلاص، يبقى أنا هاحُط في يومي حاجة من الحاجات دي، بس دي أنا بعد ما حطيت الأولويات دي، يعني بعد ما حطيت إن أنا مثلًا هاروح سباحة، بعد ما حطيت إن أنا هاروح الgym، بعد ما حطيت إن أنا مثلًا هاجيب GPA كويس وإن أنا هاقعد مع أهلي وصحابي وأقضّي معاهم وقت، حطيت بقى بعدها إن أنا ممكن أروح أتطوّع، طَب أنا هاخد الكورس ده، طَب أنا في شغلي مثلًا هاقوم مثلًا مكلم مديري، هاحاول أعمل connection. أنتم كده بتحطّوا أولويات لنفسكم، هو ده الصح اللي إحنا المفروض نعمله، بس إحنا مش حاطين مليون حاجة وعايزين نعمل مليون حاجة، في الآخر مش هنعمل ولا حاجة، فلازم بجد ننظّم وقتنا، وأنا على طول والله بافكّر نفسي بالموضوع ده، اللي هو خلاص أنا كان عندي course حرفيًا الdeadline بتاعه كان امبارح، فكان لازم أخلّصه امبارح، كان لازم أخلّصه امبارح، ده ما فيش حاجة تانية، فخلاص مش مشكلة هاصوّر الفيديو أول ما أصحى الصبح، طيب خلاص هاقدّم على الشغل ده بعدها على طول، فإحنا هنحط لنفسنا أولويات، بس إن أنتم تسيبوا دماغكم كده سايحة فيها مليون حاجة
ما طبيعي هتتعبوا، ما طبيعي تتعبوا وفي الآخر ما تعملوش أي حاجة، فعشان كده لازم تشوفوا بجد إيه الصح، ده اللي كنت باكلمكم مثلًا في حوار الmaster أقدّم على master والّا أشتغل والّا أعمل إيه، لازم ما فيش مشكلة إن إحنا نعمل حاجتين مع بعض، بس على الأقل تكونوا متعودين على حاجة منهم بس، دي حتى في تعلُّم اللغات، إن كنت باقرأ كتاب إن هو اللي هو ممكن نتعلم عادي لغتين مع بعض، let's say ممكن نتعلم French وألماني مع بعض، بس هيبقى أفضل بكتير لو أنتم already في لغة منهم أنتم بتتكلموا بلغة يعني متوسط B1، B1 ده إن أنتم تعرفوا تتكلموا اللغة شوية وتعرفوا تفهموها، فمثلًا let's say الFrench B1 وهابدأ أتعلم ألماني، فأنا already عندي العادة دي، لكن لو أنتم أصلًا ما عندكوش عادة زي العادة مثلًا الرياضية، طَب أنتم إزاي هتروحوا 3 رياضات مع بعض؟ بجد إزاي هتروحوا 3 رياضات مع بعض؟ فلأ، فبنبدأ واحدة، واحدة، والوقت والله يعني أنا مثلًا كنت مفكّرة إن أنا هاقعد أنا أصلًا يعني out of context يعني يعني موضوع كده، أنا كنت نسيت السباحة أصلًا، كنت مفكّرة إن أنا هاقعد كتير أوي عشان أتعلّم سباحة، أنا حرفيًا اتعلّمت في شهرين، أنا ما كنتش متخيّلة، وأنا عمّالة overthink طول حياتي، عمّالة يعني مأفورة على الموضوع ده طول حياتي، في الآخر اتعلّمت في شهرين، ولسه عايزة أروح تاني أتعلّم تاني، أنا اتعلّمت خلاص بس أنا عايزة أتعلّم بقى أكتر سباحة أكتر، أنتم متخيّلين الموضوع ده كان واخد كل ده من عمري، عادي اتعلّمت في شهرين؟ فده حاجة بجد إن إحنا نقعد مع نفسنا كده ونعمل أولوياتنا ونبطّل نoverthink إن هو عدم وضع الأولويات أنا قُلتها أصلًا في الpoint اللي قبلها، فيا جماعة حطّوا أولويات، حطّوا أولويات لكل حاجة، 1، 2، 3 اكتبوا في الnotebook اكتبوا في اللابتوب الطريقة اللي تريّحكم، أي حاجة بتريّحكم اعملوها. بُصّوا، إحنا عقلنا مش بيسجّل الحاجات، إحنا كُلّنا مفكّرين ده، بس لأ، عقلنا مش بيسجّل الحاجات، فأنتم تكتبوا مثلًا أنا عايزة أقضّي وقت مع أطفالي، أقضّي وقت مع أهلي أكتر، مع صحابي، عايزة أعمل connection مع الناس، طَب أنا هاinvest أنا هاخُد وقت من يومي كل يوم إن أنا أخلّي علاقاتي أفضل، أنا مش باقول إحنا طبيعي إن إحنا بنتكلّم مع أهلنا وأصحابنا، أنا باقول إن إحنا كمان عايزين أكتر، نتواصل أكتر، فده أنا هاحُط له وقت في يومي مثلًا، أنا عايزة ألعب الرياضة المعيّنة دي، خلاص يبقى الرياضة دي ليها وقت في يومي، الcourse ده عايزة أجيب GPA كويس، فخلاص دي أولوياتي في اليوم، دي أولوياتي، بعد ما أخلّصهم أنا عندي وقت أهو، طَب أنا ممكن مثلًا أتعلّم طبخة جديدة، أنا ممكن آخُد مثلًا كورس الجيتار ده، بس ولو أنتم مثلًا موسيقيين فدي حاجة مهمة في يومكم أكيد، فدي حاجة مهمة إن أنتم تلعبوا الآلة دي مثلًا، مش مشكلة تلعبوا جيتار، تلعبوا بيانو، يعني to practice every day. ده عادي جدًا، فأنتم اللي تحددوا الأولويات، كل شخص مختلف، الأولويات بتاعتكم لأ مش زي أصحابكم، حاجتين لو أنتم صغيرين في السن، لأ مش لازم تعملوا كل حاجة زي ما أصحابكم بيعملوها، ممكن نلاقي ناس مهتمة بنفس هواياتنا، ده طبيعي، يعني أنا فاكرة إن أنا كنت عايزة ألعب أي رياضة قتالية، فرُحت kick boxing ما كانش في حد من صحابي خالص عايز يروح، بس حرفيًا اتعرّفت على بنات هناك، كانت experience لذيذة بجد من أحلى الرياضات اللي لعبتها في حياتي وقعدت فيها سنتين وخدت فيها بطولة، الميدالية فين؟ الميدالية مش موجودة، الميدالية وقعت هي على المكتب على فكرة بس هي وقعت. الميدالية أهي، قُلت هاجيبها لكم يعني أجيبها لكم فأنا كنت دخلت بطولة مصر المفتوحة في الkick boxing ساعتها كسبت. فبجد عادي، ما فيش مش لازم اللي أصحابكم بيعملوه مش لازم أنتم كمان تعملوه، ده للمدرسة، للشغل، أي حاجة بجد، أنتم ممكن تبدأوا الحاجة اللي أنتم عايزينها، لإن أولوياتنا مختلفة. عادي جدًا، فأنتم حددوا أولوياتكم، اكتبوها فعلًا وشوفوا إيه اللي أنتم فعلًا شايفين إن هو يحسّن حياتكم، هل الكورس ده لو أنا خدته مثلًا إذا كان بفلوس أو ببلاش، هل لو أنا خدته فعلًا هل هيحسّن في كاريري، هل هيساعدني فعلًا في السفر؟ طيب خلاص يبقى أنا الكورس ده أنا هاحط له وقت وinvest فيه وقت وinvest فيه فلوس، عشان أنا فعلًا شايف لقدّام ده هيعمل لي إيه. طيب إحنا خلاص عملنا البلان وحددنا أولوياتنا، نعمل إيه بعد كده يا عالية؟ يعني إيه اللي المفروض بقى يحصل بعد كده؟ كل يوم بقى تتراكوا هل أنتم عملتوا تتراكوا يعني تشوفوا هل أنتم قدرتوا فعلًا تعرفوا تعملوا الحاجة دي والّا لأ، المهم إن إحنا بجد نشوف بقى كل يوم أنا أهو مثلًا كتبت أهو، أنا كاتبة أهو مثلًا 4 حاجات، أنا بجد فعلًا أنا بجد كاتبة 4 حاجات أهو مثلًا عايزة أعملها النهارده، أهم حاجة عندي، خلاص، فأنا مثلًا أديني صوّرت الفيديو مثلًا، أنا مثلًا باعمل عليه صح، ده ممكن تعملوها هنا في الnotebook أهو تعملوها على الموبايل، وفي حاجات معيّنة زي notion حاجات بتساعدكم بجد، لو عايزين ممكن أعمل لكم فيديو تاني عن أدوات ممكن تساعدكم بجد في إن أنتم تنظموا وقتكم، قولوا لي في الكومنتات، فدي حاجة بجد ممكن أعملها لكم، فأنتم أهو أنا باعمل صح أهو مثلًا، بعد كده مثلًا إن أنا عايزة أقرأ مثلًا كتاب أو حاجة، ده لسه بعد ما أعملها، هاشوف هل أنا فعلًا قدرت أعملها والّا لأ، هانزّل الفيديو وأعمل editing طب أنا هابعت الإيميلات، وهكذا، لسه في حاجات تانية طبعًا هاعملها في اليوم، بس تشوفوا كل يوم هل أنتم فعلًا قدرتوا تعملوا الحاجة دي والّا لأ، لو فعلًا أسبوعيًا خدتوا بالكم إن أنتم في حاجات معيّنة مش عارفين تعملوها، ده معناه إن أنتم حاطين حاجات كتيرة أوي، حاطين حاجات كتيرة أوي أنتم مش عارفين تعملوها، أو إن أنتم مش عارفين تنظموا وقتكم بطريقة أفضل، فساعتها ممكن نعمل إيه، ساعتها هنجيب القلم أهو ونقوم مثلًا حاطين بقى ساعات معيّنة، يعني أنا هاصور الفيديو
أنا مثلًا صحيت أهو 6، 7 مثلًا، أقوم مصوّرة الفيديو مثلًا ساعة، ساعتين. بس ده بيتراوح عليه حاجات تانية، هل أنا أصلًا مجهّزة الفيديو من الأول والّا لأ؟ أنا كنت مجهّزة له من امبارح، فعادي إن أنا صحيت على طول قُمت مصوّراه. تمام، هاقرأ كتاب، طَب أنا هاقرأ مثلًا قد إيه؟ هل أنتم مثلًا حاطين إن أنا بتقرأوا مثلًا ساعتين، فده مثلًا مضيّع حاجات تانية؟ فلأ، فلو أنا مثلًا ده بيضيّع كتير، خلاص فأنا هاقول إن أنا هاقرأ ساعة، هاروح الgym، فتحطّوا لهم بقى وقت محدد، خلّوا الأهداف بتاعتكم بجد محددة أكتر شيء، ده بجد هيخلّيكم إن أنتم تعرفوا تعملوها. ممكن أعمل لكم فيديو أكتر عن الكلام العلمي اللي أنا باقوله ده، اللي هو إزاي تخلّوا الأهداف بتاعتكم، بس أنا عايزة الفيديو بجد يبقى الexperience بتاعتي وإن أنا باتكلّم معاكم بطبيعتي عادي جدًا، فدي أهم حاجة، شوفوا تتراكوا بجد هل أنتم عرفتوا تعملوا الحاجة دي والّا لأ، وتشوفوا ليه ما عرفتوش تعملوها، طَب إيه اللي يتغيّر عشان أنا ما عرفتش أعملها وتغيّروها، لو هو مثلًا أنتم حاطين أهداف كتيرة خلاص نقللها، لو أنتم عندكم تشتُّت كتير يبقى خلاص قُلنا هنبعد الموبايل عننا، لو أنتم مثلًا عندكم إخوات صغيّرين أو حاجة يعني تحاولوا تبعدوا التشتُّت عنكم، مش عارفة تعملوا إيه في أخواتكم الصغيّرين الصراحة، بيقولوا لي في الكومنتات بقى تعملوا إيه، أنا ما عنديش أخوات صغيّرين، أنا صغيّرة يعني فما عنديش المشكلة دي، فما عنديش مشكلة يبقى ما عنديش حلّها. طيب إحنا إزاي ممكن نقلِّل إن إحنا نضيّع وقتنا وإن إحنا نعمل time management أحسن وإن إحنا ندير وقتنا بشكل أفضل؟ الموضوع ده فيه كذا جانب، بس أهم جانب فيه هو الجانب النفسي. هو بجد هو الجانب النفسي، هو الضغط اللي إحنا حاطينه على نفسنا زي الoverthinking زي ما قُلت لكم. بس أول حاجة بجد إن أنت تكون شخص people pleaser أو إن أنت شخص مش بتحُط حدود مع الآخرين أو boundaries، فاللي هو عادي وقتك على طول مستباح، وقتك مستباح لأي حد حرفيًا، اللي هو في الشغل خُد التاسكاية دي بالليل هاخدها عادي. ما زمايلك مش بياخدوا، بس لأ أنت هتاخد عادي جدًا عشان أنت ابن الشركة، أو اللي هو أنتِ في المدرسة صحابِك إحنا هنرُوش بعد الدرس نعمل ده، فعادي أنتِ هتروحي معاهم، يعني أنتِ مش عايزة أصلًا، أنتِ مش عايزة، ودي أنا حاجة خصوصًا وأنا صغيرة على طول عادي، تمام، على كل حاجة تمام، كل حاجة تمام، طَب أنا عايزة أعمل إيه؟ ما فيش، عشان كده كنت باقول لكم على حوار الرياضات حتى، يعني مثلًا صحابك عايزين يروحوا يلعبوا كورة، بس أنت حابب تلعب تنس، طَب ما تلعب تنس عادي، ده مش بيمنع إن أنتم هتفضلوا صحاب، أنتم هتفضلوا صحاب عادي جدًا. أنتم بس ليكم اهتمامات مختلفة، دي ما فيش أي مشاكل، فلازم تتعلموا تقولوا لأ، ولازم تتعلموا تعملوا boundaries، ده فيديو كامل لوحده، ده فيديو تعلُّم كامل أنا لسه باتعلمه في حياتي عادي جدًا، وهنفضل نتعلمه وما فيش مشاكل، ده أصلًا بيقول لنا لتاني point إن إحنا مش كاملين، عادي مش لازم نبقى perfect، مش لازم كل حاجة واو أنا لو ما عملتش الtask كلها النهارده يبقى أنا شخص وِحِش، أنا ليه عملت كده؟ لأ، take it easy خليكم سهلين على نفسكم ده أول شيء، دي أول step أصلًا بنعملها، أول حاجة بنعملها في أي حاجة في الحياة عشان حتى تنظموا وقتكم، عادي بهدوء كده، إحنا بنحط الأهداف، لو في حاجة ما حصلتش النهارده يعني افرض مثلًا حاجة طارئة حصلت أو أي ظرف حصل مثلًا، خلاص عادي الدنيا ما انتهتش، عادي هنبدأ بكرة، بس تبدأوا بكرة، دي المشكلة هنا بقى، أغلب الناس مش بتبدأ تاني بكرة، أنتم لأ، أنتم عادي ابدأوا بكرة، لو حاجة ما حصلتش، لو ما خلصتوش الtask بلاش جلد الذات اللي هو أنا شخص غبي، أنا إزاي ما أعملش كده، لأ، لأ، أنتم مش أغبيا، ده أول شيء ما تقولوش على نفسكم كده. ثانيًا عادي جدًا، هنبدأ تاني، أهم حاجة تبدأوا، مش مهم إن أنتم تبقوا perfect، أنا أهم حاجة عندي إن أنتم تبدأوا، في حوارات حتى السفر على طول بتكلموني فيها، ابدأوا بس، ابدأوا بخطوة صغيرة، ابدأوا بس خدوا كورسات، ابدأوا اتطوعوا، ابدأوا قدموا application حتى لو هتترفضوا مش مشكلة، أنتم بتاخدوا experience بعد كده ابدأوا تاني. عادي، لحد ما أنا ما بدأتش كده، أنا ما بدأتش هنا، ما باسافرش مثلًا 18 دولة، عادي، أنا ما سافرتش مش مولودة مسافرة 18 دولة، مش مولودة واخدة 40 منحة، مش مولودة كده، لأ، عادي جدًا، أنا بدأت واحدة، واحدة، حتى في الcontent والله، أنا ما بدأتش أعمل يوتيوب أول حاجة، عشان كانت حاجة بجد كانت ساعتها حاجة صعبة عليّا شوية، حاجة مخيفة شوية ساعتها، ده عادي أنا مش مكسوفة إن أنا أقول لكم ده، دي الحقيقة عادي جدًا، مش كل الناس تقدر إن هي تتكلم قدّام الكاميرا. فعادي أنا بدأتها واحدة بواحدة، وما بدأتهاش أول ما سافرت، أنا حرفيًا بقى لي 3 سنين، 4 سنين باسافر، بدأتها دلوقتي. في ناس حرفيًا أول ما تسافر ممكن تعمل محتوى على طول أول ما تبدأ، أي محتوى بقى. إحنا مختلفين، لازم نتقبّل ده، لازم نتقبّل نفسنا، مش لازم كلنا نعمل نفس الحاجة، مش لازم عشان صحابِك مثلًا بيروحوا مثلًا بيتعلموا جيتار، أنتِ لازم برضه تروحي تتعلمي الجيتار، لأ، عادي إحنا لينا أولوياتنا، فاتعلموا تحطوا boundaries، اتعلموا تقولوا لأ. اتعلموا إن هي بتيجي أصلًا من الصحة النفسية، الصحة النفسية دي بتأثّر على كل حاجة في حياتنا، بجد الصحة النفسية دي بتأثّر على كل حاجة في حياتنا، فشوفوا إيه الحاجة أصلًا اللي مضايقاكم، يعني شوفوا إيه الحاجة اللي بجد مأثّرة عليكم في حياتكم، دي هتساعدكم بجد إن أنتم أصلًا تديروا وقتكم، ما هو أنتم لو طول اليوم بتفكّروا في حاجة معيّنة، يعني أنا مثلًا ده بجد ده بتحصل معايا، أكون مقدّمة على منحة معيّنة، طول اليوم بافكّر فيها.
طول اليوم باcheck my email ولمّا كبرت بقى شغل مثلًا، اللي هو إيه، الموضوع بيخلص أنتم فاكرين إن الموضوع بجد بيخلص أو إن هي عدِّت، لأ، على طول أنا باجري ورا الدوبامين، باجري اللي هو الدوبامين اللي هو هرمون السعادة، لأ، السعادة دي كده، كده وهانهي بالجانب النفسي بأهم حاجة بجد إحنا بنعملها هو الprocrastinating إن إحنا بنأجّل الحاجة، التأجيل يا جماعة مش بييجي من إن إحنا كسولين، هو بييجي من الضغط. فإحنا لازم نعالج الضغط ده، لازم نعالجه بإن إحنا نقلل الoverthinking إن إحنا نحط boundaries. الموضوع ده موضوع كبير جدًا، بس أنتم بجد مش بتعملوا ده بسبب الكسل عادي، أنتم بتعملوه عشان أنتم ضاغطين نفسكم، لازم تقللوا الضغط، فكل اللي أنا قُلته في الفيديو ده، ده بجد بيساعد. الجانب النفسي مهم جدًا لأي حاجة في حياتنا، فبجد ركّزوا عليه، وما تقولوش على نفسكم إن أنتم كسولين أو إن إحنا لأ، إحنا أغبيا مش هنعرف نعمل ده، لأ، أنتم بس محتاجين تعالجوها، ومحتاجين تنظموا وقتكم بشكل أفضل. إدارة الوقت مش إن أنت يومك يبقى perfect بس إن يبقى يومك واضح ومفهوم، وفعلًا بيساعدك في حياتك مش بيهرب منك، مش بيأجّلك عن أي حاجة في حياتك، بس هو فعلًا بيساعدك. لو حابين جزء تاني عن الtime management قولوا لي في الcomment، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك لو الفيديو عجبكم على القناة، تعملوا لي subscribe، وكمان قولوا لي في الكومنتات إيه الفيديوهات اللي عايزين تشوفوها أكتر، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.